باز بيشوفوا اللي عمله بيخافوا أكتر، ولما وودي بيحاول يهرب بيلاقي ألعاب تانية سيد عمل لها تعديل وبياخدوا اللعبة اللي لسه عاملها، وودي بيخاف منهم عشان مفكرهم بياكلوا اللعب البايظة. وفي الوقت ده أندي بيرجع البيت وبيكون زعلان جدا لأنه مش لاقي باز ولا وودي. وتاني يوم الصبح بيستغل وودي إن باب الأوضة مفتوح وبيحاول يهرب هو وباز، لكن بيلاقي إن الكلب بتاع سيد نايم على السلم، وبالغلط وودي بيطلع صوت فالكلب بيصحى وبيجري وراهم هما الاتنين وبيهربوا منه. لكن باز بيشوف إعلان في التلفزيون عن لعبة باز يطير وبيتصدم إنه مجرد لعبة وإنه ما يقدرش يطير كمان، وإنه في ألعاب كتيرة زيه، وبيحزن جدا إنه مجرد لعبة. ولما بيحاول يثبت لنفسه إنه بيعرف يطير ما بيقدرش وبيقع على السلم، وكمان دراعه بيتكسر. وبتقدر أخت سيد إن هي تلاقيه، ووودي بيدور عليه وبيلاقيه مع أخت سيد فبينادي عليها وبيقلد صوت مامتها. ولما بتمشي بيروح ياخد باز، لكن باز بيرفض يروح معاه وبيبقى حزين جدا لأنه عرف حقيقته. لكن بتيجي فكرة لوودي وبيرجعوا لأوضة سيد تاني وبينادي على اللعب التانية من الشباك، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا وودي فبيرمي لهم حبل عشان يعدي بيه. لكن بطاطس بيقول لهم ازاي عايزينه تاني بعد اللي عمله في باز، فوودي بيقول لهم ان باز هنا معاه. ولما بيطلب منه يجي ويكلمهم باز بيكون في عالم تاني خالص وبيرمي لوودي دراعه المكسور. ولما الألعاب الباقية بتشوفه معاه بيتصدموا وبيرموا الحبل من الشباك، ووودي بيلاقي إن ألعاب سيد متجمعين حوالين باز فبيروح يدافع عنه، لكن بياخدوا منه دراعه وبيقدروا إنهم يصلحوه. فوودي بيفهم إن الألعاب دي مش شريرة ولا حاجة، وإنهم كمان ساعدوا اللعبة اللي سيد بوظها. لكن فجأة الألعاب كلها بتسمع صوت سيد فبيجروا ويستخبوا ما عدا باز اللي ما بيتحركش من مكانه. وسيد بيكون معاه صاروخ عملاق وبيدور على وودي عشان يفجره بيه، لكن ما بيلاقيهوش واللي بيلاقيه قدامه هو باز. فبيقرر انه يربطه فيه وبيحط صندوق تقيل على البوكس اللي وودي مستخبي فيه. وسيد بيزعل جدا عشان بيكون في عاصفة بره فبيقرر انه يأجل الانفجار لبكرة. وبنلاقي ان وودي مش عارف يخرج من الصندوق اللي هو فيه، ولما بيطلب مساعدة باز بيقول له انه مجرد لعبة وانه ما يقدرش يساعد حد. فودي بيقول له انه يكون مجرد لعبة حقيقية احسن ما يكون رائد فضاء وهمي. وبيقول له كمان انه اندي بيحبه اكتر منه عشان هو عنده اجنحة وليزر. وبيحزن وودي جدا عشان عارف ان دي الحقيقة. فباز بيتحمس وبيساعد وودي وبيزق الصندوق الكبير ده معاه وبيخرجه. لكن فجأة بيرن المنبه وبيصحى سيد من النوم وبياخد باز عشان يفجر الصاروخ. ولما وودي بيحاول يخرج وراه بيلاقي الكلب مستنيه فبيقفل الباب قبل ما يدخل لهم الأوضة. وفي نفس الوقت أندي بيكون حزين جدا عشان جمع